تقول قبل حوالي 10 سنوات كان عندنا سواق هندي، وكان هذا السواق رجل في خير، راعي صلاة في المسجد، ودائما ما شاء الله ما يرفع عينه فينا إذا طلعنا وإذا دخلنا، مؤدب خلوق محترم. وكان يودينا مشاويرنا المتنوعة. تعرفون السواق بحكم أنه يسوق السيارة يا جماعة تحصل بعض الأحيان مخالفات مرورية. السواق لازم يكون عارف وفاهم أن المخالفات المرورية هذه هو المسؤول عنها، لأنه هو اللي يسوق السيارة. مش معقول أنت اللي تسوق السيارة وأنا اللي أسدد مخالفاتك، لأن المخالفة أصلا عقوبة حتى الواحد يقوم سواقته ويقوم طريقته في التعامل مع الناس في الطريق. تقول الأخت مريان كان هذا السواق ما عنده مخالفات كثيرة يعني في مرورية، ونتعاون معه كثير نسدد المخالفات. في يوم من الأيام قلت له اسمع يا محمد، ما عاد بسدد عنك مخالفة، أنا سددت عنك وساعدتك في أكثر من مرة، ما عاد أسدد عنك مخالفة، خلاص؟ تقول قال لي خلاص. في يوم من الأيام حصل على مخالفة مرورية بقيمة 150 ريال، وأنا قلت له، قلت يا محمد ترى المخالفة عليك. المهم المخالفة تعرفون تظل في الرصيد حتى يتم تسديدها. تقول جاء رمضان، وأنا عندي عادة في رمضان من فضل الله علي أنه أنا حريصة على الصلاة في رمضان، صلوات كاملة، صلاة التراويح وصلاة القيام تكون في المسجد. فكان محمد هو اللي يوديني لصلاتي في المسجد، وكان ينزلني وادخل المسجد، طبعا القسم النسائي في المسجد، وأصلي مع الإمام صلاة العشاء ثم التراويح، وفي العشر الأواخر من رمضان كنت أصلي طبعا القيام. في آخر ليلة من رمضان خلاص بكرة في صيام لكن ما في قيام ولا شيء لأنه الشهر مكتمل. تقول الأخت مريان وصلني محمد كالعادة للمسجد، وتقول أنا في رمضان ما أعرف شيء اسمه سوق، لأن في بعض النساء مع شديد الأسف تجلس في رمضان كله تروح للسوق تتقضى أغراض العيد. طيب والعبادة والصلاة والأجور وليلة القدر ولا شيء، يعني نسأل الله الإعانة للجميع يعني. فتقول هي إنها أخذني كالعادة ووداني للمسجد، وإحنا رايحين أنا معاي راتبة، فبعطيه راتبة علشان هو بيرسل لعياله في العيد وكذا، وهذا راتبه احنا في آخر الشهر، في آخر شهر رمضان. فقلت له يا محمد ترى هذا راتبك وخصمت منه 150 ريال حقة المخالفة. تقول فتضايق، قال لي يا مدام أعطيني 150، ساعديني الله يخليك، أنا عندي ظروف صعبة وبرسل لعيالي لأنه عيد وعندهم يعني أشياء لازم يسوونها في العيد ومصاريف زيادة، فالله يخليك أعطيني 150. تقول قلت له لا، أنا قلت لك من أول وأنا ساعدتك أكثر من مرة، اعذرني. تقول فكانت نظرتي في ذيك اللحظة إنه خلاص يعني اللين الزايد هذا ما ينفع. وفعلا تقول وقف عند باب المسجد ونزلت. تقول لما دخلت المسجد وأنا في ساحة المسجد قبل ما أدخل قسم النساء، تقول جاني شعور كذا غريب، يا فلانة، تقول حسيت بشعور غريب كذا في ضميري بيني وبين نفسي، يا فلانة أنت في رمضان وفي آخر ليلة من ليالي رمضان وهو قد يكون عنده ظروف. تقول بديت أفكر في الأمور دي، أنا ما كنت في السيارة أفكر فيها. فقلت في نفسي والله إني كسرت خاطره، المفروض إني أدخل عليه السرور، لو بغيت أخصم عليه بعدين، لكن الحين في رمضان وقبالة عيد، بكرة عيد، ولا ما يصلح صراحة، خلني أرجع. تقول أنا وأنا راجعة قلت أكيد إنها مشى الآن. تقول سبحان الله لما طلعت لقيته واقف ومسند راسه على الدركسيون مثل اللي يبكي أو زعلان مرة، لأنه الظاهر كان مزنوق وكان عنده ظرف. تقول فجيته
وطقيت عليه الباب، فتح لي النافذة، قلت يا محمد خذ 150 سامحتك فيها. تقول فاستنار وجهه وقال لي الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا مدام، الله يجزاك خير، ورفع يدينه يدعي، وجهه مستنير بسبب الظاهر قوة حاجته لهذا المبلغ. المهم راح محمد، وأنا دخلت المسجد وصليت العشاء وصليت التراويح وصليت القيام مع الإمام، ووفقني الله إني أصلي مع الإمام حتى ينتهي. وبعدين كلمت محمد قلت له محمد تعال يلا خذني. طبعا أنا الآن محتاج أشتري شيء للعيد، ودائما في رمضان وخصوصا في العشر الأواخر المحلات ما تسكر يا جماعة حتى الصباح، يعني لأن الناس يتقضون. تقول فقلت لمحمد ودني السوق أبغى أشتري شيء. تقول وداني. طبعا هو مبسوط محمد، مرة مزغلل مثل ما يقولون من الفرحة مسكين. تقول وداني، وطبعا أنا من النوع اللي أي حاجة تمشي حالي، أبي شيء بس يمشي حالي في العيد. تقول فنزلت ودخلت المحل. لما دخلت المحل وشفت قطعتين كذا عجبوني، قلت كم السعر؟ قال لي المحاسب 600 ريال. قلت أنا كثير، أقول في نفسي كثيرة 600 ريال، بس أنا مضطرة الحين، أنا في آخر الليل والسحور وكذا مستعجلة. فقلت خلاص تمام. فالموظف حق المحل تقول جاب لي الجهاز، تعرفون جهاز الدفع اللاسلكي هذا اللي بالبطاقة وكذا. تقول فضرب الجهاز وحطيت البطاقة فانخصم المبلغ 600 ريال. فجتني رسالة تم خصم 600 ريال. تمام ما في مشكلة طبيعي. تقول وبعدها مباشرة رسالة من نفس البنك اللي هي تتعامل معاه، تم إعادة 600 ريال إلى حسابكم، وذلك لأنها هدية وجائزة مقدمة لكم بمناسبة دخول العيد. تقول أنا أطالع في الرسالة ماني مصدقة، 600 ريال. يعني البنك اللي أنا أتعامل معه طبعا بنك إسلامي معطيني هدية. بالله عليكم مر عليكم أنه في بنك يعطي هدية؟ تقول فقالت قلت سبحان الله، لكن قدر الله ما شاء فعل. تقول وجاء على ذهني موضوع أنه 600 ريال هي من مضاعفات 150، وكأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى. لما فرجتي لهذا المسكين، هذا الرجل الضعيف، لما فرجتي له وقضيتي يعني كربة وأنهيتي مشكلته، أنا أعطيتك 4 أضعاف. تقول أنا استقبلت الرسالة بهذا الشكل، ولذلك أثرت فيني هذه الرسالة. وهذا يا جماعة الخير أمر طبيعي جدا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى يبارك لك. ترى على فكرة في شيء اسمه البركة. الله سبحانه وتعالى قد يبارك لك في المال اللي عندك، يعني ممكن ما يزيد لكن الله يبارك لك فيه. شلون؟ مثلا عندما لا تتعرض لحوادث، عندما لا يمرض أولادك بكثرة، عندما لا تحتاج إلى أشياء زيادة، الله يبارك لك في المال اللي عندك لأنك ما راح تصرفه. فهذه هي البركة يا جماعة. أنت اعمل عملك لله وأخلص لله سبحانه وتعالى، وانتظر ثوابك من الله. صدقني ما يضيع. إن جاك في الدنيا تفريج هموم، تفريج كروبات، رزق يجيك أو بركة تجيك، أو يجيك في الآخرة. يأتي الرجل يوم القيامة فيجد حسنات كالجبال بسبب صدقاته وأعماله الصالحة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا